عاش غير 100 يوم على رمضان، على أحلى أيام وأفضل شهر في السنة، الأيام اللي كلنا مستنيينها. إن شاء الله عايزين نرتّب نفسنا ونرتّب أفكارنا، ويبقى ال100 يوم دول كلّهم ذكر وعبادة، ندرّب نفسنا كده قبل ما يدخل رمضان. ندخل رمضان وإحنا متعودين إن إحنا نعمل كل اللي علينا، إن إحنا نصلّي الفروض، نصلّي النوافل، نذكر الله، يبقى لينا ذكر ثابت في اليوم، كل يوم نعمل ذكر ثابت نقوله. واحدة، واحدة هنتعوّد على كده، ولساننا هيتعوّد على كده، وقلوبنا هتتعوّد على كده. ندخل رمضان وكُلّنا هِمّة ونشاط، وكُلّنا كمان إصرار إن رمضان ما يعدّيش علينا السنة دي إلا وإحنا من المغفورين لهم، اللهم آمين. خطتنا اللي بنعملها على طول قبل رمضان، إن إحنا بنعمل لنا وِرد ثابت كده قبل رمضان بفترة طويلة، نحاول إن إحنا الوِرد ده يبقى ثابت يوميًا، كل يوم نقوله، سواء وِرد بقى في القرآن، مثلًا لو كل يوم صفحة، إحنا عارفين إن إحنا في مدارس وفي زنقة وفي واجبات وتقييمات والكلام ده كله. هناخد من وقتنا بس حاجة بسيطة، حتى لو نُص ساعة في اليوم، النُص ساعة دول هناخدهم يبقوا ثابتين معانا من هنا لحد رمضان إن شاء الله. وِرد ثابت، نقرا صفحة واحدة من القرآن، ممكن بعد صلاة الفجر قبل ما نجهّز حاجة الولاد، نقرا الصفحة بتاعتنا. الأذكار اللي إحنا بنقول عليها تبقى ثابتة معانا على طول. الأذكار دي بقى اختاري الذكر اللي أنتِ عايزاه في اليوم، يعني ممكن النهارده نصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مرّة، 1000 مرّة دي مش عدد كبير ولا حاجة، أنتِ لو شُفتِ يومِك كام ساعة وبتعملي في اليوم كام حاجة، وأنتِ واقفة بتعملي كل حاجتِك هتصلّي على الرسول صلى الله عليه وسلم، هتلاقي نفسِك إن ممكن ال100 مرّة ما ياخدوش معاكِ دقايق. ففي طول اليوم لأ هتعدّي وهيبقى عدد كبير. ابدئي ممكن بعدد صغير، شوية، شوية وهتاخدي على كده ولسانِك هياخد على كده، هتلاقي نفسِك وأنتِ بتشتغلي شغل البيت العادي دايمًا ذكر الله على لسانِك، ودايمًا الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم على لسانِك. مثلًا هنقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، ذكر بسيط وتحفظيه بسهولة. ممكن تبدئي النهارده أول ما تصحي بصلاة الفجر كده وتقري الورد بتاعِك، أنا ناوية إن شاء الله أكبر عدد، مش لازم تحددي يعني عدد معين، أكبر عدد من الذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هاعمله النهارده لحد آخر اليوم. طول ما أنتِ واقفة في البيت بقى بتنضّفي، بتطبخي، بتعملي أي حاجة، يبقى على طول على لسانِك الذكر. هتنسي شوية وتقولي ده أنا نسيت إن أنا عاملة حسابي إن أنا أقول الذكر ده النهارده، مرّة في مرّة هتلاقي نفسِك اتعودتِ وخلاص بقى حاجة عادية إنِّك لازم تقولي الذكر زي ما أنتِ واخدة عهد على نفسِك. شوية، شوية على رمضان هتلاقي نفسِك حياتِك كلّها اتغيّرت. ذكر الله بيطمئن القلوب، تلاقي نفسِك كده طول النهار مرتاحة وبالِك مرتاح، حتى لو إحنا في ضغط والدنيا ضغوطها كتير والحاجات دي كلّها، هتلاقي ذكر الله كده بيطمّنِك كده ويهدّي بالِك كده. واحدة، واحدة وإحنا داخلين على رمضان هنلاقي عادات كتير حلوة عملناها وإحنا مش واخدين بالنا منها. من هنا لحد رمضان هنعمل كتير إن شاء الله بإذن الله. هنقول ذكر، هنقول وِرد، هنصلّي النوافل، إحنا بنصلّي الفروض ومطنّشين شوية السُنَن، يعني إيه مش لاحقين ومش عارفة إيه، لا لاحقين، ده الصلاة بتاخد مننا 5 دقايق مش أكتر من كده. فممكن واحدة، واحدة نتعوّد على صلاة السُنَن. يعني النهارده الصبح كده أنا ناوية إن شاء الله أصلّي السُنَن بتاعة الفروض كاملة. واحاول طول اليوم إن أنا أصلّي السُنَن كلّها. هتيجي على آخر اليوم تلاقي نفسِك عملتِ إنجاز رهيب، إيه اللي أنا عملته ده أنا صلّيت السُنَن كلّها وما خدتش منّي أي مجهود ولا أي وقت. شوية، شوية على رمضان هتكوني اتعوّدتِ على العادة الحلوة دي. حاجة تانية مثلًا ممكن نعملها في اليوم، يعني ممكن مثلًا أقول أنا اليوم بتاعي مش هيعدّي غير لمّا أصِل رحمي. هتصلي رحمِك إزاي؟ بمكالمة تليفون، حد ما كلمتيهوش من زمان من قرايبِك، عمِّك، خالِك، عمتِك، خالتِك، أي حد، أنا هارفع عليه التليفون النهارده وهاكلمه وأقول له إزيك وعامل إيه وصحتكم عاملة إيه وكده، يبقى أنتِ كده عملتِ صلة رحم في يومِك. دي حاجة برضه كبيرة جدًا، أنتِ واخداها إنها حاجة بسيطة، لأ ده حاجة حلوة جدًا. هنحاول إن إحنا نصلّح حياتنا ونعمل فيها عادات حلوة، من هنا لحد رمضان هتبقى العادات دي ثابتة معانا، هتبقى جزء من حياتنا. بسبب الحاجات دي ممكن حياتِك تتغيّر تمامًا، حياة ولادِك تتغيّر تمامًا. إن شاء الله، إن شاء الله من هنا لحد رمضان كل يوم هنعمل حاجة جديدة تقرّبنا من الله ومن الجنة ومن رمضان بإذن الله، واستنوني في حلقة جديدة.